السردين المقلي بطريقة جديدة ولذيذة، ولو لسه بتاكليه بالشوك تعالى اقولك ازاي تخليه ويبقى فيليه سردين بكل بساطة وسهولة جنب شوية رز بالعدس تحفة. لازم تجربوها. واول حاجة نسمي الله، ومعايا نص كيلو رز عليه كوباية من العدس الاصفر. هقلبهم كده مع بعض وهاخدهم بقى اديلهم شطفة محترمة. وفي حلة على النار حطيت فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين من الزبدة او السمنة. وبعد ما غسلت الرز كويس قوي هو والعدس وصفيته من المية، هنزلهم كده في الحلة بتاعتنا مع الزيت والزبدة وابدأ اشوح فيهم على نار عالية حوالي 5 دقايق كده. مهم جدا ان احنا نشوح الرز والعدس كويس قوي علشان ما يعجونش مننا. وهبتدي بقى اضيف الملح بتاعنا واديله تقليبة وبس كده. وهزود للرز بتاعنا المية، واهم حاجة الرز بالعدس ما بياخدش مية كتير، يعني يا دوبك كده يكون المية فوق مستوى الرز بعقلة صباع بس. تمام، وبديله تقليبة واغطي عليه واسيبه. اول ما يتشرب بهدي النار واسيبه يستوي، بس كده خلصنا الرز. ندخل بقى على تتبيلة السردين بتاعتنا اللي مفيش ابسط منها. في الكبة ضفت قرن فلفل رومي وقرن فلفل حراق، وكمان حسبة من الكزبرة، وتلات اربع فصوص من الثوم، وعصير ليمونتين كبار، ومعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة الناشفة والبابريكا، وبغطي عليهم بقى واضربهم ضربة محترمة في الكبة. وبس كده. نيجي بقى للسردين. ازاي بنخلي السردين؟ باجي كده من عند الراس وبس بحوشها بصبعي كده، وانا بنزل بالراس كده بحوش كمان البطن بتاعت السردينة، وبتخلص منها وبايدي بقى وصبعي كده ببدأ افتحه بالشكل ده. وبيتفتح معاكي بكل بساطة وسهولة، وعلى طول بتحوشي الشوكة والشوكة بتطلع من غير اللحم زي ما انتوا شايفين كده بكل بساطة وسهولة. طبعا ايه، الفيديو موضح اكتر من ان انا بشرح يعني. بس كده بعمل الكمية كلها كده وما بياخدش اي وقت خالص، وبعدين بنقعه في ملح وليمون واغسله كويس قوي وهو كده بيكون جاهز معانا. وده كده منظر التتبيلة بتاعتنا الخطيرة اللي احنا عملناها للسردين. بجد ريحتها تحفة. ببدأ بقى اتبل كده السردين بتاعنا بالشكل ده. ولو وصلتوا لحد هنا يا حلوين، يا ريت تعملوا لي لايك وتقولوا لي رايكم في التعليقات وتصلوا على النبي. وبصوا بقى، ببتدي اخد كده واحده من السردين اقفل عليها واحده كمان، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بحط 2 فوق بعض بالطريقه دي. كده بقى ما بقتش سردين، كده بقى سمكيه. بجد تحفه. لازم تجربوها بالطريقه دي. او باخد واحده كده واقفلها على التانية بالشكل ده. بجد بتبقى ليها سمك كده ومش بتنشف في الزيت، وبيبقى طعمها خطير بالطريقة دي. في طبق بقى عندنا بحط فيه كوباية من الدقيق، وعليها معلقتين كبار من البقسماط او الفيجيتار المطحون. تمام. وكمان رشة من الكمون، وبقلبهم مع بعض. وببتدي بقى اخد السردين بعد ما تبلناه زي ما انتوا شايفين كده 2 فوق بعض بالطريقة دي. ببدأ بقى اغلفه بالدقيق كويس قوي. تمام. وهعمل الكمية كلها كده وعلى الزيت بقى. وفي طاسة على النار حطيت فيها زيت وسبته يسخن جنبي على نار متوسطة كده، والزيت ما يكونش سخن ومدخن، يكون سخن معقول. تمام. هبتدي بقى اضيف فيه السردين بتاعنا بالشكل ده، واحمره بكل بساطة وسهولة زي ما انتوا شايفين كده. يعني مفيش اي حاجة فيها اختراع هنا. عادي جدا بالشكل ده. اول ما يبتدي ياخد لون من تحت ببتدي اقلبه بالشكل ده واحمره، وكده خلاص خلصنا السردين بتاعنا. وبصولي بقى على الجمال والحلاوة بتاعه شوية الرز اللي احنا عملناه. بصوا الرز بسم الله ما شاء الله مفلفل ازاي وتحفة. واستوى، وعلى فكرة ما حطيتلوش اي مية تاني، هو زي ما بقولكوا كده ما بياخدش مية كتير. جربوه بالطريقة دي ومتأكدة انه هيعجبكم قوي. هبتدي بقى اقدمه بالشكل ده كده، احطه في طبق واقلبه عشان بقى ايه نزوق كده. بجد الاكلة بتاعتنا النهاردة تستاهل ان احنا نزوقها كده وندلعها. وبصوا السردين بسم الله ما شاء الله بعد ما قليناه تحفة. ده مش سردين، ده سمك. يعني ايه، تاكلوه كده وانتم مطمنين. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتقولوا لي رأيكم.